أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن كثيرا من العوام لا يذكر التسمية في أول الوضوء، ولا يعلم أن هناك من يوجب التسمية، فما حكم وضوءهم وصلاتهم بناء على الحديث الوارد في الوضوء؟ عليكم أن تعلموهم، هذا تقصيركم أنتم. الواجب أن تعلموهم أحكام الطهارة، ومنها ذكر اسم الله في بداية الوضوء والاغتسال. فإذا الإنسان ترك التسمية ناسيا فلا شيء عليه، أو تركها جاهلا ما يدري، هذا أيضا لا شيء عليه، معذور بالنسيان، معذور بالجهل. لكن لا تتركوا الناس على جهلهم. أنا أشوف اللي يعظون ويذكرون مجرد تخويف ووعظ وتذكير، لكن ما يعلمون الناس أمور دينهم. هذا أهم واجب على الداعية، أول شيء إنه يعلم الناس أمور دينه، والوعظ والتذكير هذا يأتي بعد ما تعلمهم أمر دينهم. أما إنك تذكرهم وتخوفهم وترغبهم وهم لا يعرفون دينهم وتتركهم على جهلهم، هذا لا يفيد شيئا. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وهو تعليم الناس أمور دينهم، أمور طهارتهم، أمور صلاتهم، أمور زكاتهم، أمور حجهم وعمرتهم، أمور صيامهم. يعلمونهم، يحفظونهم ويشرحون لهم، يبينون لهم هذه الأمور. وأهم من ذلك كله يعلمونهم العقيدة. كثير من الناس يقعون في الشرك الأكبر والأصغر وهم ما يدرون. وجدوا الناس على هذا وتوارثوا ولا جاءهم أحد يبين لهم. وين الدعاة اللي يدعون إلى الله؟ هذه مشكلة يعني جدا. أما إن كلامنا وتعبنا ينصب على الوعظ والتذكير بس، هذا ما يجدي شيئا.